سيدي الرئيس أحمد حسين الشرع، السادة الوزراء أبو حسن ستمية، أبا صهيب، أبا جليبيب، أبا قتادة، مشان موضوع فاطمة العبود زوجة عبد الرزاق المصري معتقل الرأي عندك في سجون إدلب. بدي أقول لك كلام كثير مهم يجب عليك أن تسمعه يا سيدي الرئيس. نحن من 5 سنين بنحكي عن موضوع الجرافيت اللي لبسته أنت امبارح، بأنه آخر قطعة راح توصلك من الطقم من أيام اللي كانت القارمات في إدلب مكتوب الديمقراطية والجرافيت دين الغرب، من أيام اللي كنت تبعت مشايخة الحسبة تكسر الأراجيل عنا بإدلب فوق روسنا، من أيام اللي كانت السكارة يقام عليها حد من حدود الله، وياما قطعت إيدين بغض النظر عن الماضي. اليوم عم نثني عليك أنك أنت رجل المرحلة الوحيد اللي قادر تضبط الأمن بشقفة إصدار بيان بأنه ممنوع تقول للشبيح شبيح، لتحقن حرب أهلية سيكون فيها من الدماء قد ما كان في 16 سنة تبع الثورة. ومن القلب مبسوطين بأنه زال حكم الأسد والأسدية من سوريا على أولادنا، أولاد أولادنا، أولاد أولاد أولادنا، وهاي الفرحة عشناها وما زلنا عايشينها، ومطنشين الماضي تبعك كرامي للكرامي اللي ضلت عنا بعد إسقاط النظام. فاطمة العبود، بدي أسمعك صوتها يا شيخي أستاذ أحمد قبل ما تعتقلها أنت بنهار. اسمع. شو بدك؟ أنا بابا. وين بابا؟ هلا بيجي. أنا بابا. ايه هلا بيجي. أنا بابا. ايه بيجي بكره بيجي إن شاء الله. هاي بنت المعتقل عبد الرزاق وبنت فاطمة العبود اللي صارت جوا، وهاي البنت ضلت برا. في ناس عم تراهن ومغيبة أو بضلال أو تحكمها المصالح، عم تدافع عنك بأنه أنت إذا الشبيحة سامحتهم وعم يتغاضوا عن سجون إدلب المليئة في الأحرار، وأنت عبيتين لهاي الأحرار بحجة حزب تحرير. يعني صار مين ما تعرفوا صاحب فكر وشاهد على التاريخ بينحط جوا بهاي التهمة. هاي امرأة قاصر مكلومة، زوجها بالسجن معتقل رأي، لا شبح ولا قتل، وزلمة محترم ومثله الآلاف جوا. كيف بتشيلها طيب؟ ومشان هاي البنت شيخة، كيف هاي الناس اللي عم تراهن عليك بدها تتابع المراهنة بعد ما أنت اعتقلت أو خليتهم يعتقلوا امرأة؟ لأنه هاي الامرأة حصرا فاطمة العبود غير قادرة هيئة تحرير الشام بأمرائها اعتقال هاي المرأة إلا بأمر منك. أنت بتعرف وأنا بعرف وكل الناس اللي فيها فكر بيعرفوا، وأنا ابن ثورة 15 سنة شاركت بكل فعالياتها بالداخل والخارج بعد ما انهزمت منك شيخي، محروم من نزلي على سوريا لأني بعرفك كتير مليح. بعرفك إنه أنت اللي بتعتقل فاطمة العبود وما بيرفلك جفن. وهاي الناس اللي بيقولوا لي سامح الشبيحة نزيل ما عليك شيء، هدول المشكلة إنهم كترة، وأنا الكترة ما بتضيعني وما بتضيع أي إنسان عاقل. إحنا الحقيقة بنعرف وطلعنا من رحم هذا المكان اللي أنت اليوم موجود فيه وعلى راسه قايده بكلمة وحدة مكتوبة على ورقة استطعت توقف سوريا على أجر وحدي، بأنه ما بقى واحد يقول للشبيح شبيح. 12 شهر بتحطه بالسجن، حجار سوريا صارت بتلبي أمرك، وهذا الموضوع بينحسب إلك. لأنه تخيل لو فهيم عيسى أو حدا من قواد الجيش الحر يقول ما بتحاسبوا الشبيحة، العالم كانت أكلتهم. أنت شخصية وجدت بقدر من الله وظروف معينة بيني وبينك تعرفها أنت، نفسهم اللي بعثوا لك الجرافيت ولبسته امبارح أعطوك شرف هذا التحرير وكذا. وما بدي فوت بالقنيطرة وبالجولان واللي قدمته أنت قد اللي قدموه هدوك ب50 سنة، ما بدي، ما بهذا، ما بكونك. أنا عاقل لأني عاقل، ما بكونك بهاي المرحلة اللي احنا بنشد على ايدك. بس فاطمة العبود، فاطمة العبود امرأة مستضعفة. إذا بدك تشتغل بعقل، مين اللي توهك؟ مين اللي غلطك؟ سجنتها غلط. بال2011 قمنا كرامي للكرامي وحرمي حشك عليها عاطف نجيب. يلا خذ صوتها ونخلص الفيديو يا وردي. شو بدك؟
شو بدك؟ هذا بابا. وين بابا؟ هلا بيجي. هذا بابا. ايه هلا بيجي. أنت بترضى لمرتك أم محمد الجولاني حدا يعتقلها لأنه ناصرتك وقالت جوزي صار رئيس؟ ترضاها على شرف الثورة السورية تعتقل امرأة لأنها ناصرت جوزها جوا باب السجن؟ السلام عليكم ورحمة الله.